أهلا بكم في قناة قصص وروايات. النهاردة هنتكلم عن قصة سقوط طائر. كان فيه طائر صغير اتولد فوق شجرة عالية وسط عش بسيط، وجنبه إخوته اللي كانوا لسه بيتعلموا يفتحوا عينيهم. بس الطائر ده كان مختلف، كان دايما يبص للسماء ويتخيل نفسه بيطير بعيد، بيعدي السحاب، بيحلق فوق الجبال، رغم إن جناحه اليمين كان مكسور من يوم ما اتولد. أمه كانت تقول له: استنى، خليك في العش، مش لازم تطير دلوقتي. لكن هو كان قلبه سابق جناحه، وفي يوم وهو لوحده قرر يجرب، فتح جناحاته ورفرف ووقع وقعته الأولى وجرح نفسه. الكل ضحك عليه، هو فاكر نفسه إيه؟ ده جناحه مش سليم، خليك في مكانك، بلاش فضايح. بس هو ما سمعش غير صوته من جواه بيقوله: جرب تاني. وكل يوم يقوم يرفرف ويقع، يقوم يرفرف ويقع، الجرح بيزيد، بس الإصرار جوا عينيه كان بيولع. وفي يوم كان الجو فيه ريح قوية، الكل مستخبي، وهو خرج، فتح جناحاته المكسورة وطار، مش بسرعة، مش بقوة، بس طار، عدى فوق العش وفوق الشجرة وفوق الكلام اللي كسره. ما كانش الطيران عالي، بس كان طيران حقيقي. قصة سقوط طائر مش عن طير، دي عن كل واحد وقع واتقاله أنت مش قدها، لكنه وقف وقال: أنا مش هقف عند أول سقطة. أتمنى أن تكون القصة نالت إعجابكم. متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكراً.